السلام عليكم الاخوان، تحيه كبيره لكم. بعد هذه الاحداث اللي عرفتها مباراه الجزائر والاوروغواي، نقدر نقولوا بان الجزائر اليوم في الحضيض من بعد العقوبات اللي فرضتها عليهم امريكا من اجل انهم يواكبوا مباريات المنتخب ديالهم، وكذلك من بعد ما السعوديه فرضات عليهم شهاده السلامه العقليه. اليوم العالم كله أصبح يرى همجية الشعب الجزائري، وكذلك تأكد وتبين للعالم اليوم ما قاله الراحل حسن الثاني رحمه الله حين قال: لا نريد للعالم أن يعترف لنا بمغربية الصحراء فالصحراء مغربية، ولكن نريد للعالم أن يعرف مع من حشرنا الله عز وجل في الجوار. النظام الجزائري نجح في صناعة شعب همجي لا يحسن شيئا إلا الفوضى كما تشاهدون. الشعب الجزائري الذي أصبح غير مرغوب فيه بزيارة منه إلى أي بلد من بلدان العالم، لأنه شعب اتضح جليا بأنه شعب فوضوي، شعب لا يليق إلا أن يقفل عليه في بلده، فلا يزور أحدا ولا يزوره أحدا. هذا الشيء علاش ولينا كنشوفوا المطارات ديال الجزائر شبه خالية. هذا الشيء علاش ولينا كنشوفوا النظام الجزائري كيصعب على الجزائريين الخروج من الجزائر، أولا كي لا يحدثوا الفوضى بعد ما نجح النظام الهمجي الجزائري فنقل هذه الهمجية إلى عقول الجزائريين، وكذلك كي لا يروا الدول الأخرى وحضاراتها وتقدمها، خاصة المملكة المغربية الشريفة. طبعا لأننا نعلم جليا بأن النظام الجزائري عداوته بالمغرب عداوة كبيرة جدا، إلى درجة أن الإعلام الجزائري لا يتحدث عن شيء إلا عن المملكة المغربية، وطبعا يتحدث بسوء. إنها جارة الجوار الجزائر، إنها جارة السوء التي كنا نتمنى ومنذ زمن طويل أن يعرف العالم مع من حشرنا الله عز وجل، واليوم يتبين ذلك لكل دول العالم ليس فقط العربية، كما أصبحنا نشاهد في فيديوهات كثيرة جدا تنصف المملكة المغربية وتتحدث على أن هذه الكراهية لم تأتي إلا من الجزائر، بل إن الجزائر هي التي خلقت الكراهية بين الشعبين المغربي والجزائري. والكراهية طبعا خلقتها كي يطول عمر النظام الجزائري، وكي يصنع عدو وهمي للشعب الجزائري، حتى يظل هذا النظام الذي فعل ما فعل بالجزائريين في العشرية السوداء حتى يظل عمره طويلا يستنزف في خيرات الدولة الجزائرية. الأموال التي كان يمكن أن تصنع من الجزائر ما آلت إليه دول كبرى وعظمى، لكن عندما يكون لديك نظام غبي، نظام جاهل، نظام أحمق، نظام حاسد، نظام حاقد، فلا تنتظر غير هذه النتيجة، هي الخسائر في كل شيء، دبلوماسيا، عسكريا، اقتصاديا، وحتى اليوم فكريا. الجزائر في الحضيض، لا رد الله هذا النظام. تحية كبيرة لكم.